نهاية مجتمع الجيمنج العراقي بسبب شركات الانترنت. يعني لك ان تتخيل عزيزي المشاهد انه اشتراكك اللي لازم يكون 35 ميجا بايت كسرعة كحد ادنى هو اصلا ما ينطى 10 ميجا بايت، لان اذا تروح تقيسه راح يطلع لك انترنت سريع. ولكن انتبهوا، الفخ يصير هنا، لان الموقع اللي راح يقيس لك النت راح يقيسه بسيرفر عراقي خاص بشركة الانترنت نفسها. بس اذا غيرت السيرفر وحاولت خليته اوروبا او شرق اوسط راح تلقى السرعة ما تتجاوز ال 5 ميجا، وحتى البنك هذا واحد، لان اذا تدخل جيم بداخل اللعبة راح تلقاه فوق ال 300. علما انه هذا الاختبار سويته الفجر. طبعا هذا انترنت الكيبل الضوئي. اما اصحاب الابراج فيا حبيبي اذا راد ينزل لعبة بهذا الصيف تنزل له بالشتاء ليجي. ومن سخرية القدر قبل فترة سمعت انه صعدوا ساعات الانترنت. عم انتم متاكدين صعدتوها؟ لو هيك بس ارقام وسيرفرات وهمية. لا واللي قلت لك مسوين حملة من جوا لجوا على مود ما يخلون ستارلينك تدخل للعراق. والله عود شنو انه هاي الشركة راح تهدد امن واستقرار العراق، وراح تتبع المواطن العراقي بكل تحركاته. يا سلام ايش قد تحبون وتهتمون بالمواطن انتم. اشو دجر وعدل وانطوا المواطن خدمة زينة وانطوا انترنت براسه خير، وبذاك الوقت عود احجوا ومنعوا اللي تريدونه. وجماعتنا مثل هذا المثل اللي يقول اللي بعبه صخل يمعمع.